السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع عمو يحيى وبودكاست جديد وطلبة اللغات. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي أذاكر بيولوجي. عمو يحيى Educational Coach. معانا مفاجأة كبيرة خالص، معانا نجم من نجوم البيولوجي في القاهرة والمحافظات عن طريق الأونلاين، بروف خالد حسني. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كيف حال حضرتك؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ بروف خالد يا جماعه بيقولوا دكتور خالد، وهو طبعا الخدعه الكبيره اللي انا كنت مخدوع فيها برضو، انا افتكرت يعني دكتور خالد طبيب او صيدلي مثلا او كده. لا، دكتور خالد معاه دكتوراه في البيولوجي ما شاء الله، وهو اصلا تخصصه بيولوجي وكليه علوم مش طب ولا صيدله. ايوه صح دكتور كده؟ بالظبط كده. ربنا يبارك في ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ احنا سعداء خالص بوجودك معانا. وانا اسعد والله يا باشمهندس، ونتمنى ان شاء الله يعني الحلقه تكون مفيده جدا لكل طلابنا باذن الله. ربنا يخلي حضرتك. اللهم امين. ربنا يديك الصحه. دكتور خالد، مبدئيا احنا عايزين نعرف ازاي نذاكر بيولوجي. عايزين نستعرض كده المنهج مع حضرتك في كام شابتر، وكل شابتر الكونتنت بتاعه عامل ازاي. طيب انا هنعمل رحله سريعه كده ونعرف طالب ثالثه ثانوي ازاي المنهج وصل لك بالكونتنت دوت. طبعا حضرتك في اولى ثانوي درست البيزكس الاساسيات، درست السيل، درست التيشوز، بعد كده درسوك شويه من الجيناتكس وشويه من الكلاسيفيكيشن كده. علوا الموضوع معاك في ثانيه ثانوي، بداوا يخشوا على السيستم والاورجنز، بدات تدرس الدايجستيف سيستم مثلا، وده تخصص البطنه في كليه الطب. بعدها ندرس السيركيوليشن، وده الكارديولوجي تخصص قلب. بدات تدرس الريسبيريشن، وده شيست صدريه. بدات تدرس الاكزكريشن، وده يورولوجيست مسالك بوليه. وبعدين اخر شابتر كان في ثانيه ثانوي ورحلتك انتهت مع منهج البيولوجي بشابتر سنسيتيفيتي، اللي انت مهم جدا تكون متاسس فيه كويس جدا عشان ثالثه ثانوي كاول شابتر كمان. سنسيتيفيتي عندنا النورولوجي اعصاب، بدا يعلي الموضوع معاك شويه في ثالثه ثانوي، وتعالى اقول لك كمل لك التخصصات بتاعه كليه الطب. فبدا يركز على اول شابتر اللي هو السبورت اند موفمنت، يعني الدعامه والحركه، وده بيتكلم طبعا عن البونز. انت دكتور اورثولوجي بقى، درست كل انواع البونز فيه، درسنا الاستراكشر اوف ذا ماسل، درسنا ازاي النيرف بيأثر على الماسلز. الكلام دوت كان في اول شابتر. بعدين شابتر 2 في ثالثه ثانوي هندرس الهرمونز والاندوكراين جلاندز، وده تخصص هرمونات. بعدين شابتر اللي بعده طبعا الريبرودكشن، جينيكولوجيست نساء وتوليد. والجينيكولوجيست او نساء وتوليد او الريبرودكشن عموما ده اطول شابتر عندك في المنهج واعلاهم درجات طبعا. بعدها شابتر الاميونيتي المناعه، وده دكتور اميونولوجي دكتور مناعه. وبعدين اخر شابتر خالص المولكيولر بيولوجي، وده تخصص جيناتكس او الخاص بالهندسه الوراثيه او جيناتيك انجينيرنج. بكده يبقى انت عرفت المنهج بتاعك كثالثه ثانوي اصلا انت درسته او جالك منين اساسا. جالك من الاساسيات اللي درستها في اولى، طلعت معاك كملت في ثانيه ثانوي، كملت مع حضرتك لثالثه ثانوي من المنظر اللي انت شايفه ده، عشان يأهل طالب ثالثه ثانوي ان هو داخل على كليه براكتيكال عمليه محتاج الاساسيات دي. خلي بالك البيولوجي اللي انت بتدرسها في ثانيه وثالثه ديت هي الاساسيات لكليه الطب فعلا. يعني لما تطلع كليه الطب ان شاء الله هتلاقي نفسك انك انت فعلا الحاجات اللي في ثانوي درستها كويس جدا وتاسست فيها، دي حاجات مفاتيح البرانشز عندك في الكليه. وده بيجي لي بعض الرسائل من بعض الطلبه اللي كانوا عندنا بفضل الله لما بيخش كليه طب او صيدله، يعني بيبعتوا الحمد لله بفضل الله شكر لينا، الحمد لله احنا متاسسين، احنا قاعدين فاهمين. فدي مهمه جدا انك انت تكون فاهم كل معلومه في ثانيه وثالثه ثانوي عشان ان شاء الله تستريح كتير جدا في الكليه. دكتور كده اصبح عندنا كام شابتر في البيولوجي؟ طبعا احنا عندنا 5 شابترز. اول شابتر سبورت وموفمنت، تاني شابتر عندنا بيتكلم على الهرمونز، ثالث شابتر بيتكلم على الريبرودكشن، رابع شابتر بيتكلم على الاميونولوجي المناعه، خامس شابتر بيتكلم على المولكيولر بيولوجي، وده مقسوم عندنا غالبا لبارتين، بارت اللي هو الدي ان اي والبارت الثاني اللي هو الار ان اي. تمام يا دكتور. طيب تصور حضرتك لتوزيع المنهج على مدار السنه، ازاي الطالب يوزعه؟ يعني كل شابتر من ده ياخد قد ايه وقت منه؟ يعني لو بنتكلم ان جنرال، يعني المفروض الطالب يكون ناهي المنهج بتاعه مثلا على 15/3. يعني لو ده اقصى حد يعني تمام. ده كده حلو قوي لمنهج البيولوجي، علشان اسئله البايو مش اسئله فرعيه، بقت اسئله اساسيه، وعندنا اسئله طبعا بتتفرع لنواتج التعلم. سليم. يعني اصبح المعلومه اللي بياخدها ما ينفعش المدرس يكتفي بيها، فالمعلومه دي ليها نواتج. النواتج دي بقى هي الاسئله اللي بتجيله في امتحانات الثانويه العامه، يعني ما بقاش يسال على معلومه دايركت. نعم. فنواتج التعلم دي بقى دي لازم المدرس يدمجها في الشرح، يعني ما يعتمدش على شابتر ان هو بيشرح شابتر او الكلام اللي اتقال في كتاب المدرسه.
لان ده طبعا هيشغل للطالب ان هو هيفتح له مواضيع اخر السنه ومش هيكون في وقت. فعلشان يكون في وقت يبقى اخرنا 15/3. لو جينا لشابتر 1 مثلا سبورت موفمنت، فاحنا بنتكلم مثلا على 4 to 5 سيشن. جميل. لو المدرس هيشرح نوادج التعلم خاصه بسبورت موفمنت ويديله التريكات بتاعته، فهنزود كمان سيشن. جميل، يبقى 6 سيشن. 6 سيشنز كويس جدا عليه. بعد كده لو اتكلمنا على الهرمونز، فالهرمون ده شابتر صغير جدا، يعني شابتر صغير جدا مش مهندس، يعني بيخلص مثلا في 2 سيشن اسبوعين. ولكن نواتج التعلم بتاعته يعني عايز اقول لحضرتك انها مخيفه، يعني موضوع مخيفه. يعني الهرمونز ده بالذات دايما تسال الطلبه بعد ما بيخلصوا المنهج يقول لك الهرمون ده ايه، ده اسئلته عامله كده ليه؟ فالاسئله بتاعت الهرمونز مدخل، يعني هو عامل له شابتر هرمون 2 سيشن. نيجي بقى للريبرودكشن، لو الطالب مش متاسس في شابتر هرمون كويس مش هيعرف يتاسس في الريبرودكشن كويس، بالذات الجزء الخاص بالهيومن ميل اند فيميل ريبرودكتيف سيستم. جميل جدا. الاثنين دول لينك جدا مع بعض، يعني انت كطالب لازم تتاسس كويس جدا في الهرمون. انا دايما اقول كده لاي مدرس، اسس الطالب كويس في الهرمونز قبل ما تخش الريبرودكشن. يعني ما بنصحش ابدا المدرس يشرح الريبرودكشن قبل الهرمونز. في بعض المدرسين بيقول لك لا طب انا ابتدي بالكبير قوي. يا جماعه مدخل الريبرودكشن هرمونز. تمام. طيب كده عندنا التو سيشنز بس في الهرمون. في الهرمونز جميل. والريبرودكشن؟ الريبرودكشن بقى ده اطول شابتر عندنا. جميل. يعني بنتكلم مثلا نقعد 2.5 شهر والطالب يقعد يعني بيستثقل الريبرودكشن في طوله. فبنقسمه له على 2 بارتس، يعني بنقسمه له على جزئين كده، شهر وشهر. هو بيخلص طبعا في حدود من 8 ل 9 سيشنز. جميل جدا. بس لو متاسس في الهرمونز، يعني لو هو متاسس في الهرمون كويس هيخلص في من 8 ل 9 سيشن، مش هيزيد عن كده. بقيه الشابترز. شابتر بقى الاميونيتي ده شابتر 4. ده شابتر طبعا حديث جدا، يعني نزل مثلا بقاله حوالي 7 سنين، 2016 او 8 سنين في الرينج ده كده. كان قبله الجيناتكس. الجيناتكس دي نزل بقى على منهج اولى ثانوي. سليم. بس اختزلوها جامد بقى، يعني انت عرفت منهج طالب اولى ثانوي ده اكيد اخف طبعا. اخف جدا. يعني نزلوا بقى بالاميونولوجي او الاميون سيستم، وده شابتر ممتع في دراسته. جميل. بتدرس بقى الاميونولوجي او الاميون سيلز، وبيدرس ازاي الانتي بودي بيتكون وازاي الانتي بودي بيعمل، فبيبقى ممتع للدراسه. الطالب بيبقى قاعد كده في الحصه منبهر، يعني في حروب بتحصل في جسمي وانا مش واخد بالي يعني. وتنظيم بقى وجيش اول وجيش تاني وجيش تالت، وموضوع كبير يعني. فالطالب بيبقى مستمتع بدراسته. نيجي لحته الاسئله بقى، استمتاع دي تطير بسرعه، يعني الموضوع بيبقى هو انا كنت فين؟ انا كنت مستمتع بدراستي، قفلتوني ليه دلوقتي؟ فالاسئله بتاعته بتبقى برانشد جدا، محتاجه برضك طالب يكون واعي لكل كلمه بتتقال، خصوصا حته البروبلمز المسائل خاصه بقى بالارقام. تمام. اخر شابتر طبعا عندنا اللي هو المولكيولر بيولوجي. دايما يقول عليه بعبع الثانويه العامه، انا بقول ده متعه الثانويه العامه، مش شايفه بعبع اصلا يعني ده وهم بيتقال للطلبه، فبعض المدرسين بتبتدي بيه، فده خطر جدا. لا انا امشي بسيكونس المنهج عادي جدا، وارد ان الوزاره تلغي جزء يبقى مشكله على الطالب. فاحنا ماشيين طبيعي. شابتر الاخير ده اللي هو المولكيولر بيولوجي، شابتر لذيذ جدا، بيتكلم على الدي ان ايه، بيعرفوا ايه هي الكاركترز، ايه هي الفينجر برينت موجوده فين على كروموسوم ايه، كروموسومز عباره عن ايه هي الجينيتك انجينيرنج، ايه هو الكلوننج الاستنساخ، ايه هو كذا. فده برانش حديث جدا، والشابتر ده اتحدث او نزل له كذا تعديل لانهم مهتمين جدا بالمولكيولر بيولوجي. فالشابتر ده بيبقى من اطول الشباتر، زيه زي الريبرودكشن، لكن طبعا مش اعلى من الريبرودكشن في الدرجات. سليم. طيب بياخد كام سيشن؟ لا بياخد من حدود 8 ل 9 سيشن برضه. 8 ل 9. من 8 ل 9 سيشن. جميل خالص. انا كديدلاين عندي نص 3 اكون مخلص. نص 3 لمنهج البيولوجي، يعني انا ما بحبذ اكتر من كده، لان طبعا احنا بنتكلم مثلا على نبتدي ثانويه عامه مثلا اول 5 مثلا، بيبتدي الطالب بيبقى فوكس على المواد العربي والفرنش، المواد بقى اللي هو ايه ما كانش مديها اهتمام قوي اول السنه. ايوه. فطبعا بيتشغل جدا في المواد ديت. فانا بقول ان شهر ونص الى شهرين كافيين جدا ان احنا نحل كذا كتاب ونحل من كذا سورس ونأسس طالب كويس. دكتور انا دلوقتي كطالب خلصت على 15/3، عايزين خطه للطالب ازاي يراجع بايو، يعني نظم له كده الفتره بقى من بعد 15/3 لغايه ما يبدا يمتحن. طيب احنا لو بنتكلم على نظام فاينل ريفيجن، فانا مش هينفع اتعامل مع الطالب بس اللي هو الجينيوس، مش هينفع ان انا انزل بمستوى المراجعه للطالب الوسط ولا الطالب اللي هو يعني نقول مثلا ايه مش لامم منهج كويس. تمام. مفيش حد في الثانويه العامه ما بيذاكرش، لكن هنقول ان المدرس دوره هنا يتدخل في المراجعه، بيعمل سيستم يناسب كله. الطالب مثلا اللي ناسي بنفكره بفيديو الشرح، بنفكره بريكوردز مثلا،
بنفكره بكذا طريقه لان هو ده تناسي. الطالب اللي مش عارف يحفظ بنحاول نعمل له سكيمه صغيره كده، نعمله بنساعده بالفلايرز، بنساعده بالمابس، بنساعده بالحاجات دي عشان ما ينساش ويعلقها قدامه كده ويحاول يفتكر المنهج. يبقى احنا عالجنا مشكله النسيان، عالجنا الطالب اللي مش عارف يحفظ كويس. دي نقطه مهمه جدا 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 عشان تناسب كل مستويات الطلبه. طب هنيجي بقى لحته الاسئله. الاسئله هنا بقى ما ينفعش سورس واحد، وهنا دور المدرس والتيم بتاعه. مش هينفع مدرس يا جماعه لوحده، مش هينفع تيم لوحده المدرس يسيبه، لازم يبقى تيم متكامل. ودوره هنا يجمع اسئله من كذا مصدر. يعني مثلا في مصدر مثلا صفحات المستشارين مهمه جدا جدا. مستشارين الماده. مستشارين الماده تمام جدا. والاكزام اللي بينزلوها والاسئله اللي بينزلوها مهمه جدا جدا جدا، لان ده نابعه اوريدي من حد اوريدي في مجال الامتحانات اصلا. دي مهمه جدا متابعتهم جدا. واي سؤال بينزل، اي امتحان بينزل، انا بخش بنفسي امتحنه. يعني انا كطالب بينزل جوجل درايف كمدرس او بخش امتحن عادي جدا الامتحان معايا كده، واشوف الاسئله افكارهم ازاي بيتوجهوا فيها. طبعا ده مهمه جدا جدا جدا. عندنا بقى كذا سورس تاني. كتب العربي، حقيقة عربي بناخدها، بنحاول نشوف الاسئله المطابقه للمنهج. يعني مش بننزلها ترانزليت على طول كده، يعني مش هينفع. بنفلتر الاسئله الاول، بنشوف المناسب للمنهج، المناسب اللي ماشي مع الامتحانات. يعني مش كل سؤال بيتحط يبقى ماشي مع نظام الثانويه العامه، لان في بعض الاسئله بتتحط اكسترا انفورميشن، معلومات زياده مش نواتج تعلم. فرق كبير جدا بين معلومه زياده على الطالب ونواتج للتعلم على المعلومه اللي واخدها. سليم. ده كده بالنسبه للاسئله. بنبدا نتدرج في الاسئله، بنعمله مثلا 3 مستويات للاسئله. اسئله التثبيت اللي هو الطالب ذاكر فعايزين نثبته ونديله دفعه، فبيحل اسئله سيمبل تثبت له المعلومه ما ينساهاش خلاص بقى. بعدها اسئله الميدل او الوسط بنبدا نديله افكار. واحنا عملنا سيستم جديد كمان جميل جدا، يعني نفسي كل المدرسين طبقوا ان المدرس يعمل خطوات للطالب لبعض الاسئله. يا جماعه مش كل الاسئله، ازاي يفكر في السؤال. يعني مثلا انا جبت له سؤال بقول له طب فكر في كلمه كذا، طب ركز على كلمه دايركشن، طب خلي بالك من الاختيار الاول دوت ممكن يكون صح، طب التاني ده انت حاسس فيه غلط ولا صح. ده بياخد مننا مجهود، لكن فرق كتير جدا مع مستويات الطلبه ان انا بعمل له ماب للسؤال يمشي عليها. فالطالب بيبدا يتحط في مخه العقل الباطن بتاعه ازاي يبدا يتعامل مع السؤال. ودي مهمه جدا جدا جدا، فرقت معانا كسيستم او مع الطالب نفسه، لقينا لا رد فعل كويس جدا. ده كده بالنسبه للاسئله الوسط اللي بنساعد الطالب بيها بالمابس. بعد كده بنرفع للطالب الهاي ليفل كويشنز، ودي بنسيب الطالب يبدا يفكر لوحده معايا كده. بنديله مهله مثلا كل سؤال مثلا فيه 2 minutes بنحسبه له بالظبط. مش بنخلي الطالب يا جماعه، مش بنخش نحل للطالب يا جماعه على طول. ما ينفعش النظام الجديد المدرس يخش يحل للطالب على طول، ده من اكبر الاخطاء اللي بنقع فيها. لازم الطالب يحل الاول قدامي، حتى في فاينل ريفيجن في السنتر او في اي مكان يحل الاول قدامي، وبعد ما يحل اخش انا اتدخل في شرح السؤال. سليم. عشان ما ينساش تماما. حل غلط عرف الصح بتاعه، حل صح بياخد دفعه كويسه للسؤال اللي بعده. ودي نقطه مهمه جدا. ده كده بالنسبه لجزء الاسئله. طيب احنا طبعا بنيجي مثلا ماده البيولوجي مشكلتها انها غالبا بتبقى اخر امتحان، يعني يبقى لهم كذا سنه كده راكنيننا في الباي مش عارف ليه يعني. ده بيسيبوا الطلبه عشان يحاولوا يذاكروا يعني لا هو كده مش بيلحق يذاكر، هو كده بيخطف الطالب يعني بطاريته بتهبط. يعني بقى بيخش بموجه العربي والانجليش والفرنش والفيزيكس، طبعا بتنسيه حياته كلها. الموضوع بيبقى صعب الصراحه. فبيجي على منهج البيولوجي طبعا باخر الامتحانات بيبقى طبعا الطالب بيبقى شبه ناسي بنسبه حتى اقل 40%. ده وغصب عنه يعني، مش مثلا نقول الطالب مقصر، لا هو غصب عنه فعلا، هو انشغل مده شهر كامل عمال يمتحن في مواد، فجاي على اخر ماده بيولوجي بقى، ده صعب جدا. فاحنا عملنا برضك نظام كده في اخر قبل الامتحانات على طول، ان الطالب يحل اكبر كميه اسئله، وبندعمه بالفيديوز، بندعمه بالشرح السريع للمنهج. يعني بنعمل له شرح ان ديتيلز بساعات معينه، وبنعمل له حاجه شرح ملخص. ممكن الطالب مثلا، في طلبه بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليهم يعني حافظ المنهج عن بكره ابيه يعني، فده مش هضيع له وقته في فيديو شرح كبير، فده بياخد ملخص فيديو سامري يفتكر بس بيه التايتلز، يفتكر بيه الحاجات دي عشان ما يكونش موقع حاجه او مسقط حاجه. وبنهتم بعدد الاسئله جدا جدا جدا، بنركز فوكس اكتر على الاسئله، وبنفكروا بقى بالتريكات والكلام ده كله. ولازم يتعمل كشكول من بدايه السنه. اي طالب يا جماعه، اي طالب عنده سؤال خطا لو سمحت اكتبه، واكتب الصح بتاعه في كشكول الاخطاء. انا دايما اقول عليه كده، ده كشكول الميستيكس بتاعت البيولوجي. لازم تبقى مجمع اخطائك.
الصح النظام الجديد ازاي اجمع اخطائي اللي انا غلطت فيها، فاجي اخر السنه عندي كشكول لمم لي الدنيا، مش ورقه كويز هنا، ورقه اكزام هنا، ورقه مش عارف ايه هنا، لا. دكتور البعض بيقترح ان احنا نكتب حتى كومنت كمان على السؤال نفسه، يعني السؤال ده انا غلطت فيه وعارف الاجابه الصح بتاعته، ومثلا ممكن يكون في بعض الاسئله مسائل بروبلمز مثلا، فيكتب كومنت بس انا ما عملت كذا وكنت مش واخد بالي، يكتب الخطأ بتاعه ويكتب التصحيح بتاعه اللي المدرس قاله له. ده طبعا تفرق معاه كتير جدا. انا بتكلم على كومنت كتعليق على بعض الاسئله المهمه بقى، يعني بعض الطلاب بيبعت لي، ده يبقى طالب تحفه وعارف مصلحته كويس. ده يبقى طالب عارف مصلحته كويس. صحيح. يعني الحاجات دي اكتسبناها على فكره من الطلبه. يعني انا بشوف احيانا بعض الطلبه بركز معاهم كده الاقيه داخل فعلا بكشكول الميستيك ده، يعني انا ما كنتش اعرفه. في طالبه بسم الله ما شاء الله دلوقتي يعني في امتياز طب بسم الله ما شاء الله عليها، ما شاء الله، كانت داخله دايما بالكشكول ده، فبقول لها الكشكول ده بتاع ايه؟ انا عايز اعرف. قالت لي ده بجمع فيه كل الاخطاء اللي انا بغلط فيها، ولو معلومه هنساها ازمه الكشكول نصين، لو معلومه حاسه ان انا نسيها بكتبها، بكتب كومنت عليه. فدي كانت حاجه تحفه جدا. فاحنا بننقل للطالب الخبره من طلبه زيه على فكره. جميل. يعني بيعملوا الحاجات دي حاجه تحفه جدا جدا كمان. طيب جميل جدا دكتور خالد. استاذن حضرتك، انا كطالب داخل ثالثه او رانينج في ثالثه دلوقتي بقى اصبحنا، ايه اللي بحتاجه من اولى وثانيه معايا؟ يعني لو اتكلمنا على كورس تاسيس لماده البيولوجي، هو انا بقول ما فيش حاجه اسمها كورس تاسيس. يعني صراحه يمكن الناس تعارض الكلام ده، بس انا بقول مش حاجه اسمها كورس تاسيس. كورس تاسيس ده لو هنعمله على كل ليسون في البايو، لان انا مش هقدر ان انا اقول لك هديك منهج اولى وثانيه ثانوي توتال، او حتى الحاجات اللي عندك منها في ثالثه ان انا اديهولك في سيشن. فاحنا عملنا سيستم برضه كويس جدا، ان في كل حاجه فيديو مثلا قبل كل ليسون. الفيديو ده مدته مثلا ساعه، الفيديو ده دوره يعمل ايه؟ يجمع لي المعلومات اللي انا محتاجها في اولى وفي ثانيه ثانوي لثالثه ثانوي. يعني لو جينا نتكلم مثلا على ليسون 1 مثلا في البيولوجي، فانت بتتكلم على الاسموزس دي ثانيه ثانوي، بتتكلم على البرميابيليتي، بتتكلم على الاوزموتيك بريشر، الكلام دوت انت دارسه في ثانيه ثانوي. انا ما ينفعش بين يوم وليله اجي اقول لك انا هعمل لك كورس تاسيس للمنهج كله. ده انا قلت لك 3 تايتل بس في اول ليسون، ده مش كمان اول ليسون، ده انا اديتك حته صغيره جدا. فانا بنعمل حاجه اسمها كورس تاسيس لكل ليسون، قبل كل ليسون كورس تاسيس. بنتكلم مثلا على بنتكلم عن ليسون 3 مثلا في البيولوجي في ثالثه ثانوي، حضرتك لازم تكون عارف الساينابس، انت دارسه في السنسيتيفيتي ثانيه ثانوي. تبقى عارف مثلا ازاي النيرف بيأثر على المصل، ازاي النيرف بيأثر او بينتقل النيرف امبالس، الكلام ده ثانيه ثانوي. فانا مش هاجي اقول لك في كورس تأسيس مدته حتى لو 10 ساعات الحاجات المطالب بيها في ثالثه ثانوي. وهنا لازم دور المدرس يتدخل برضه، ان يعمل ميكس، يراعي مستويات الطلبه اللي قدامه، يعمل ميكس وسط الشرح لاولى وثالثه ثانوي. ما ينفعش اقول انا مدرس ثالثه بس فانا مش هشرح لك معلومات اولى انا مش مطالب بيها، لا، هو انت الطالب اصبح بتاعك بقى خلاص. صحيح. فالطالب ده لازم تجتهد معاه برضك انك انت تعمل ميكس في الشرح بين معلومات اولى وثانيه ثانوي وسط ثالثه ثانوي. ما نراعيش بس الطالب اللي عارفه، براعي الطالب اللي مش عارف، ودي نقطه مهمه جدا. جميل جدا. حضرتك منهجيتك ان التحضير ده يكون يعني ليسون باي ليسون مش كورس على بعض، لا، ليسون باي ليسون. والمدرس برضك يدمج تاني، لان يعني لازم تدمج وسط الشرح المعلومات الاولى وثانيه ثانوي. جميل جدا. طيب استاذن حضرتك في حاجه دكتور، طلبه كتير بتسال اجيب كام كتاب خارجي احل منه في البيولوجي او في كل المواد. في الحقيقه انا بسال السؤال ده لكل المدرسين، فهل فعلا الماده تحتمل اكتر من كتاب خارجي الطالب يحل منه؟ يعني خلينا نقول ان ده فاكتور بيتدخل فيه كذا فاكتور. الطالب نفسه، الطالب منظم وقته. هل انت كطالب منظم وقتك؟ يعني عندك القابليه لاستيعاب كتب جديده، نقول لك هات براحتك. ما عنديش استيعاب والدنيا فيها تفاوت في المواد، فبنقول لك حاول تلتزم اكتر مع المدرس. وهنا برضك لازم يتدخل دور المدرس. النظام الجديد اصبح 50-50، 50-50 المدرس 50 للطالب. هنا المدرس بيبقى عليه لود كبير جدا. اولا المدرس لازم بيفلتر الاسئله للطالب، بيحاول يجمع له اكبر كميه من الافكار علشان يوفر وقت الطالب. ان هو الطالب ممكن يدخل في الكتاب ده مثلا جايب اكسترا انفورميشن مش مطالب بيها الطالب، فبينشغل باللي مش اساسي عن الاساسي. سليم. وهنا المدرس لازم يتدخل طبعا في فلتره الاسئله، لازم. وبعض الكتب بيبقى فيها باجات في الترانزليشن، دي صعبه جدا بقى. دي لازم المدرس فعلا او الطالب لو حس بحاجه لازم يرجع للمدرس بتاعه، لان وارد فعلا بعض الكتب العربي المترجمه بيبقى فيها بعض المستيك. ده مش غلط منهم ولا حاجه، ده بس ان هم مضغوطين برضك.
يعني كتر خيرهم ان كله بيلاحق في النظام الجديد ان هو يوصل لاعلى حاجه، فوارد ان هو يغلط، ودي حاجه طبيعيه يعني في الترانزليشن او كده. تمام. دكتور، عندنا في امتحان البيولوجي عايزين نقول للطالب انواع الاسئله، وبرضه عايزين نلقي الضوء على الرسومات، ايه موقعها من الاعراب، الطالب ازاي يتعامل معاها في منهج البيولوجي في النظام الجديد؟ طيب انا دايما بقول البايو رسومات والرسومات هي البايو، يعني هي البايو رسومات والرسومات هي البايو. لازم حتى لو نظام جديد لما انتش مطالب برسمها انت لازم ترسم ورا المدرس في الحصه. ده اجباري، عشان احنا بنتكلم على بيولوجي، فبتكلم على فيجرز، بتكلم على جرافز، بتكلم على تيبل، بتكلم على كل حاجه مرتبطه برسم. النهارده لو شفنا عدد الفيجرز اللي بتيجي في امتحان بيولوجي تتعدى 25 من اصل 50 سؤال، فده حاجه كبيره جدا. بتكلم على الاسئله اللي فيها رسومات كبيره جدا، عددها كبير جدا، ما في صفحه في امتحان البيولوجي تخلو من رسمتين او 3. اعتماد رسمي على الرسومات في امتحان البيولوجي كان نظام جديد كمان. يمكن النظام القديم مثلا كان بيجي يقول له دروع حتى كده، يعني رسمتين 3، الموضوع بيبقى اكتر من اللونج كويشنز والايساي كويشنز في النظام القديم. دلوقتي لا، دلوقتي هو بقى راكن على الرسومات بنسبه كبيره جدا، فلازم الطالب حتى لو ما انتش مطالب برسمها انت لازم تعرف ترسم، لان وارد ان هو يحول الرسمه ديت لدايجرام، وارد. فانت لازم تكون عارف دي منين، دي فين، ده في الماسل فايبر ولا الماي فيبريل ولا ده زد لاين ولا ده مسار كومير. انا عايز اعرف الديتيلز اللي جوه دي ايه، فلازم ان انا اكون عارف برسمها كويس وعندي الحرفيه ان انا ارسم الرسمه كويس. والطالب يدرب نفسه على الرسومات كتير جدا، ده بيوفر له وقته طبعا. طيب دكتور، انماط الاسئله في امتحان البيولوجي في النظام الجديد، وطبعا عايزين برضو نفوكس على ان 2023 اول سنه يتسال فيها سؤال مقالي. فهل ده كان في مصلحه الطالب، ولا رؤيه حضرتك ليه لا خسرهم درجات ولا زودهم؟ انا دايما اقول لازم الطالب يعبر عن نفسه، لازم الطالب يعبر عن نفسه الاساي كويشن، لازم. تمام. ليه؟ علشان الطالب يعني المالتيبل تشويس او الام سي كيو يعني اكتر برضك بيعتمد ان الطالب خلاص ملزم باجابه معينه، فانا عايز الطالب يعبر عن نفسه في الاساي كويشن. والاساي كويشنز بتجمع على الطالب درجات، مش بتنقص له درجات خالص، لان انا اللي بيخش فيها كعنصر بشري للتصحيح بيراعي ان الطالب اللي قدامه ده فاهم. يعني الموضوع مش ملزم بموديل انسر اللي بيصحح في الاخر مدرس، فمدرك قوي اوراق القضيه زي ما بيقولوا، يعني بيفهمها كده منه، يعني انت عايز تقول ايه. أيوة. فانا عندي بعض الاجابات مثلا طالب بيبقى مثلا مثلا كاتبها بطريقه تعبيريه عن نفسه، بعرف ان هو فاهم فعلا، على الاقل لو مش هديها له غلط هديله النص، احس ان الطالب فاهم. فده تدخل عامل بشري طبعا، دي حاجه مهمه جدا، وان الطالب يعبر عن نفسه الاساي كويشن وبتجمع له درجات مش بتنقص له خالص. طبعا انماط الاسئله في البيولوجي مختلفه شويه عن اي ماده تانية. يعني لما نيجي بنتكلم على الفيجرز في البيولوجي، لا ده هي بتيجي بتسيطر على الامتحان بنسبه كبيره جدا. بنتكلم على الدايجرامز موجوده بنسبه كبيره جدا، على الاقل 8 كويشنز، ده اقل حاجه. بنتكلم على اسئله التيبلز بقى، الارقام. البيولوجي طلبه بتغفل عن موضوع البروبلمز، المسائل في البيولوجي يا جماعه اهتم بيها من اول شابتر لاخر شابتر. انت ما فيش شابتر عندك من غير ارقام، بيحول له كل حتى كلمه ديكريزز وانكريزز بيحولها له لتيبلز. فلازم الطالب يبقى عارف ازاي يحل طريقه حل كل سؤال. يعني لما اجي اتكلم على طريقه حل الفيجر ليها طريقه حل غير الدايجرام تماما. لازم انا اركز على ايه في السؤال، اركز على الهيد لاين في ايه، اركز على الواي اكسس، اركز على الاكس اكسس، اقرا الاكس اكسس واي اكسس، اقرا الانديكيتورز اللي موجوده عندي. لازم ابقى عارف ازاي اتعامل مع طريقه السؤال. بتكلم على التيبلز، اقرا الارقام واشوف الارقام اللي هو مديهاني رينج ده النورمال واقارنه بالرقم اللي هو مديهوني، طب ده اب طب ده داون. يبقى لازم انا ابقى عارف ازاي اتعامل مع التيبل. مش هقول لك الدايجرام بيتحل زي التيبل، ده غلط. لازم انا ابقى فاهم طبيعه السؤال وطريقه حل السؤال ايه، ده مهمه جدا. بنتكلم على الشورت كويشنز مثلا، يعني في ناس كتير جدا اقول له شورت كويشن في البيولوجي ما اعرفش ايه شورت كويشن ده، ايه شورت كويشن؟ شورت كويشن ده السؤال صغير جدا والمالتيبل تشويس بيعتمد ان هي طويله، دي مهمه جدا. وخلي بالك ان في بعض الاسئله بيجيب مثلا في المالتيبل تشويس اول واحده مطلعها سليم وفي الاخر باقي السؤال غلط. فعلشان اللي بيحل بسرعه معايا كده وفاكر ان ده حاجه كويسه هيقع في السؤال. فانا دايما اديك نصيحه، حل بالراحه، اقرا بهدوء توصل للاجابه بسرعه. تاني بالراحه، اقرا بهدوء توصل للاجابه بسرعه. يعني لو انا قرات السؤال بسرعه جدا فانت فقدت كلمه
هي اللي هتحل لك السؤال تحت. فانت لو قرات بهدوء وحللت السؤال كويس هتلاقي الريزلت بتاعتك تحت انت فاهم السؤال ده بيدور على ايه. حل بالراحه توصل للاجابه بسرعه، اقرا بسرعه تاخد وقت للاجابه، يبقى انت عكست وما وصلتش لنتيجه كويسه. ده بالنسبه للشورت كويشنز. بالنسبه بقى للونج كويشنز، سؤال بيحكي لك حاجه معينه، بيحكي حاجه مثلا في الاميونولوجي المناعه، بيحكي حاجه مثلا في المولكيولر بيولوجي، يقول لك انا استخدمنا كذا وعملنا كذا ورحنا كذا. ده سؤال لونج كويشنز، ده غالبا الاجابات بتاعته بتبقى شورت قصيره. واللونج كويشنز باسئلتها عددها مثلا 4 أو 5 اسئله في الامتحان. طبعا في النهايه طبعا الاساي كويشنز اسئله مقاليه زي ما قلنا عليها واتكلمنا عليها، ده بالنسبه لي اسئله وانماط ماده البيولوجي في الامتحان. فلازم الطالب يبقى داخل عارف، هتلاقي رسومات، تلاقي جرافس، تلاقي فيجرز، تلاقي حاجات كتيره جدا جوه. لازم تبقى عارف نوعيه السؤال وطريقه التعامل مع السؤال مهمه جدا. وزي النصيحه اللي احنا بنكررها كتير، حل او اقرا بالراحه توصل للاجابه بسرعه. دكتور خالد، انا كطالب في ثالثه ثانوي بعض الطلبه بتسيب الشابترز الاولانيه لغايه ما تبدا تفتكرها تاني في 3 ونص 3 وهو بدا يدخل على المراجعه. ازاي بقى الطالب يخلي المنهج زي ما بيقولوا في جيبه على مدار السنه كلها؟ يعني طبعا ده سؤال حلو جدا من حضرتك، وكتير فعلا من الطلبه بيبعتوا لنا استفسارات على الموضوع دوت. اول حاجه احنا عندنا الطالب بنعامله بسيستم الكويز جوه الحصه، ده اجباري. سليم. بحيث ان هو يتابع المتراكم عليه. ازاي؟ احنا عندنا الكويز مش على جزء الحصه اللي فاتت بس، لا بندمج له 3 4 حصص بردك بيمتحن عليهم كويز توتال عادي جدا. الكويز نفسه تراكمي؟ تراكمي كل حصه. انت حضرتك وبنعمله له بسيستم كمان يعني اللي هو ايه، بنزود عدد الاسئله وبنقلل وقت، بنعمل العكس، نزود له عدد الاسئله ونقلل الوقت. بحيث ان احنا نوصل لليفل معين معاه ان هو يحل اكبر عدد من الاسئله التريكات الصعبه في نفس التوقيت، يكون في اقل نسبه من الوقت. تمام. مش بنفتح له الوقت خالص. دي نقطه مهمه جدا بالنسبه للكويز، ان انا اربط له الكويز بالوقت بالتراكم الحصص اللي فاتت. كل 3 سيشن بقى بينزل امتحان كبير، اكزام كبير كل شامل لازم. جميل. لازم بيولوجي بالذات. ده نقطه مهمه جدا في حته الاكزام او حته الامتحانات، ان هو ما ينساش، ان هو يتابع كويس، ان هو يفتكر. غير كده بنفكره بقى كل شويه كده بمراجعات مسبقه. اهم نقطه عندنا ازاي اربط الاسئله للشابتر، يعني اربط له كل شابتر بالسؤال من الشابتر اللي قبله، كل شابتر ادمجه له، يعني ما اسيبش اي حتى اسئله الهوم ورك نفسها بندمج له الشابترز مع بعضها. سليم. بندمج له شابتر مع بعضها بحيث ان الطالب ما ينساش، خلاص بقى هو اوريدي الشابتر ده موجود في دماغه. بيحل عليه حتى مع الشباتر اللي قدام، بيحل عليه اصلا عشان ما يتفاجئش بالاسئله اللينك كويتش حضرتك اشرت اليها مهمه جدا. اسئله الربط بين الشابتر، ودي موجوده غالب في كل المواد، اسئله الربط بين الشباتر، ودي اسئله بقى يعني بنقول عليها اسئله متفوقين، مهمه جدا الطالب يتدرب عليها كمان. ممتاز جدا. طيب دكتور خالد، ايه راي حضرتك في الاونلاين؟ هل البيولوجي ينفع تدرس اونلاين؟ البعض بيقول لا، يعني فيزيكس بيولوجي ماث ما ينفعش تدرس اونلاين، حتى كيمستري كمان. انا واحد من الناس ليه وجهه نظر الصراحه، يعني عبرت عنها ربما قبل كده في حلقتين عملتهم، فحابب اخد راي حضرتك. دي ترجع اكتر للطالب، يعني انا دايما اقول كده يا جماعه، الاونلاين ترجع اكتر للطالب. صحيح. ولو ما كانش الطالب متابع ووالده في البيت متابع او والدته ربنا يخليهم له، او حتى اخوك كبير، يعني لازم يبقى الطالب مع حد متابع، والمدرس او السيستم الاونلاين نفسه متابع. عندنا 3 لازم يتابعوا الطالب. في بعض الطلبه يا باشمهندس مثلا ممكن ياخد السيشن يركنها اسبوع او اسبوعين ما يفتحهاش اصلا، بيراكم على نفسه. بيراكم وده اكبر خطر في الثانويه العامه، لان عندنا نظريه المثلث في الوقت في الثانويه العامه. قاعده المثلث كبيره، انت كل ما يوم بتعدي انت بتطلع للتب، خلاص انت وقتك بينتهي فعلا. يعني انت خلاص مش هيبقى الثانيه عندك هتبقى بحساب، فما ينفعش اراكم. ما تظنش ان الوقت لا ده لسه الوقت معايا، لا انت كل يوم بتنتقل من قاعده المدرس لفوق، قاعده المثلث لفوق، خلاص وقتك بيقل. سليم. ومش هيبقى عندك اتساع انك تجري في المساء خلاص. فدي نقطه مهمه جدا، التراكم عليه ده خطر. فلازم ولي الامر يتابع، طب انت خدت السيشن دي، طب انت امتحنت عليها، طب انت كذا كذا كذا. سيستم الاونلاين اللي احنا بقى عاملينه ان هو بيبعت لولي الامر كل اسبوع ان ابن حضرتك فتح. عاملين سيستم اونلاين ان الطالب حتى لو قدم الفيديو بيظهر عندنا ان هو مثلا سكيب مثلا 10 دقائق. بنبعت ريبورت لولي الامر ابن حضرتك يعني بقول له ابن حضرتك عامل سكيب 10 دقائق خلي بالك. ابنك مثلا امتحن وجاب كذا،
فهم كانوا بيزعلوا مننا في البدايه بقى صراحه، يعني بيقولوا انتوا ايه ده يعني متابعيننا قوي كده ليه يعني. وقف الفيديو كذا مره، خد الفيديو على يومين على 3 ايام، بنبعت ريبورت لولي الامر كل اسبوع. فدي نقطه مهمه جدا، السيستم اونلاين كمان يبقى مقفل على الطالب، لان انت مش بتعامل طالب شاطر بس، بتعامل طالب كسلان، خلي بالك. صحيح، في بعض الشخصيات بتبقى محتاجه كسوله جدا، وبيهرب من المسؤوليه من السنتر للاونلاين. يعني يقول لك ما حدش هيحاسبني، هو بيفاجئ بيتصدم ان الاونلاين اصعب من السنتر برضه بيترك. يعني في السنتر ممكن يصعب على الاسيستنت ولا بتاع يعديها له مره، لكن في الاونلاين لا، الموضوع هيبقى صعب عليك جدا، بقى محكم. موضوع الاونلاين بقى محكم. فده لا يرجع للطالب، لو انت والله هتوفر وقتك وانت عارف من رغبتك النفسيه انك انت هتتابع، لا خلاص خد اونلاين، وفر وقتك مش مشكله. لو انت حاسس بابلود وحاسس انك انت مش متابع كويس، لا ابعد عن الاونلاين، حاول تشوف حد يخليك يجبرك على الالتزام جوه السنتر، حد قريب من بيتك كمان، ما تنتقلش مسافات كبيره عشان تاخد درس. في النهايه انت مطالب بمنهج معين، مطالب بوقت معين، وقتك مش ملكك، خلي بالك وقتك مش ملكك. فحاول تركز جدا على حته الاونلاين دي، انا هنفع في الاونلاين ولا مش هنفع؟ طب جربت سيشن مثلا واثنين وثلاثه ولاقي نفسي ان انا مش مجمع كويس، لا لو سمحت فورا انتقل للسنتر. وانا دايما اقول كده، لو هتبتدي اونلاين حاول تاخد معاه في السنتر كبدايه اول سنه بس، لقيت نفسي مشيت في الاونلاين خلاص وقف سنتر، لقيت نفسك السنتر مش كويس جدا خلاص وقف اونلاين، لان في بدايه السنه انت عندك وقت، فمتاح انك انت تجرب. سليم. طيب احنا في نهايه البودكاست كده قربنا، فاحنا بنسال حضرتك على نصيحه لاولياء الامور ونصيحه للطلبه توجهها لهم. لازم الطالب وولي الامر يكونوا متعاونين جدا، يعني يكونوا في تعاون بينهم، ويكون قبل التعاون يكون في تفاهم. ان الثانويه العامه بس ده مش متوفر عند الكل للاسف. يعني واقعيا احنا بنحاول نغيره على فكره، يا ريت بنحاول. انا بيجي بعض المشاكل كتير، مش بعض في الحقيقه المشاكل بين الطالب وولي الامر، بين الطلاب واولياء الامور، ويعني عدم استيعاب اولياء الامور للطلاب، او العكس، ربما الطالب هو يكون عنده الاشكاليه في التعامل مع والده او والدته. دي مشكله كبيره جدا، وبالذات لو كان اول البكر الرشيد، يعني اللي هو اول طالب في داخل ثانويه، فبالنسبه لهم أول تجربة لهم. ده بيبقى موضوع صعب جدا. فالمفروض ولي الامر يتفهم الموضوع، المفروض برضك يعني يبقى في حلقات توعيه لولي الامر ان السيستم اتغير. ولازم ولي الامر يفهم ان درجات امتحانات الشهر مش هي الانديكيشن الوحيد لاخر السنه اطلاقا. طب انت شايف ابنك بيذاكر، بيعمل اللي عليه، عامل هوم ورك، ما جالكش منه شكوى من ولا المدرس، لا لو سمحت حتى لو جاب درجه وحشه حاول تتفهم ان هو الامتحان سيستم جديد، حاول تتفهم ان المدرس حاط اسئله هاي كويشنز، ويبتدي يشوف اصلا البجات عنده فين ويعالجها ويعرف الغلط بتاعه. احنا قلنا في الثانويه العامه النظام الجديد بجمع الاخطاء، انا مش بجمع الحاجات الصح، الحاجات الصح انا عارفها خلاص، انا بجمع الاخطاء. فوارد ان انا لازم اغلط، ده لو الطالب ما غلطش في الامتحانات يخاف يقلق. يعني انا عندي بعض الطلبه تقول لك انا بجيب مثلا كويزز للمدرسين تانيين بحلها في دقيقتين، ما انا بحل عندك ليه في نص ساعه الكويز؟ فبقول له لا، انت بتحل الكويز ده علشان احنا عودناك على الاسئله متدرجه، فانت بالنسبه لك الكويز اللي انت بتحله بره ده سهل، هو مش جايب اسئله تريكات، هي دي الفكره. فلازم المدرس كمان يعود الطالب ويفهمه ان النظام الجديد انك انت تشوف كل جديد، ما هو نظام جديد فهشوف كل جديد، يعني كل سيشن هشوف اسئله جديده، كل كويز هشوف اسئله جديده، مش هلاقي السؤال اللي في الهوم ورك هو اللي في الكويز هو اللي في الامتحان. يبقى انا كده ده اسمه خداع علمي زي الخداع البصري كده، انا بخدع الطالب في مستواه، ودي كارثه لا يفقهها معظم الطلبه، يعني ما بياخدش باله ان درجاتي طول السنه كويسه. طب هل الاسئله اللي بتشوفها في الامتحانات جديده؟ طب هل انت شفت مثلا اسئله في الريفيجن جديده، ولا هي اسئله الهوم ورك، هي اسئله الريفيجن، هي اسئله الامتحان؟ هل ده مستوى الامتحان كمان؟ هل ده مستوى الامتحان ولا لا؟ فده اسمه خداع علمي، انا بسميه خداع علمي للطالب في النظام الجديد. لازم نصارح الطالب بمستواه وبمستوى الاسئله. انا ما ينفعش اخبي عن الطالب مستوى الاسئله الصعب، ما ينفعش، واقول له لا خليك انت هو في الكاتيجوري اللي هتيجي. يعني السنه اللي فاتت في امتحان البيولوجي، لا اللي حاطط امتحان البيولوجي انا مش هقول له شابوه يعني، بس هقول له امتحان كان اللي حاطه متمكن من الماده العلميه بتاعته جدا جدا، وفاهم هو بيعمل ايه اصلا، يعني هو فاهم بيعمل ايه. فانا دايما اقول للطالب لا اجتهد وما تيأس وما تربطش ده بده بس. جميل جدا. طب نصيحه اولياء الامور؟ لا اولياء الامور ده لازم يحتضنوا اولادهم كده، يعني كل اسبوع كده ينزل كده يفسحهم، يعملهم بقى، يعني حتى يتمشوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، ابنه يفضفض له، هو يساله، يعني مش شرط الولد هو اللي يجي يقول لك،
لازم انت مش تطفل بقى، ده انت ولي الامر يعني. ده ممكن الواد يكون مقصر ومش عايز يبين لك مش عايز يبين التقصير، مش عايز يبين التقصير قدام والده، لكن هو هيخاف على زعلك اكتر غير لما يكون في عقاب. العقاب ممكن الطالب عارف بقى خلاص حدود العقاب كذا، انا هعمل في كذا، في حدود العقاب كذا، مش هروح الدرس فهو عارف هيعمل كذا. انا مش عايز كده، انا عايزك انت تكون توصله لمرحله ان انا خايف بابا يزعل، انا خايف ماما تزعل. ايوه دي نقطه مهمه جدا، لازم ولي الامر يتفقهها ولازم يفهم النظام الجديد ماشي ازاي عشان يقدر يتابع. جميل جدا. احنا سعدنا بلقائك يا دكتور جدا. أنا والله، وان شاء الله يعني نتمنى حضرتك توعدنا بلقاءات تانية ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وباذن الله نتمنى يعني الافاده لكل طلبه اللغات في ماده البايو. وان شاء الله نوعدكم نكمل لكم باذن الله سلسله ازاي اذاكر مع طلبه اللغات. كنتم مع يحيى.